فهد شاب من صغره وهو يحب عالم الحواسيب، مع أن في ذلك الوقت الحواسيب مو مثل اليوم منتشرة، قليل اللي يكسب حاسوب. اشترى فهد الحاسوب الأول، ومثل أي طفل دخل إلى عالم الألعاب، ولكن يتساءل دائما كيف انصنعت هذه الألعاب وكيف تتحرك. وفي 15 سنة بدأ يتعمق أكثر في التعلم، ولكن في يوم وجد بالصدفة ثغرة للعبة. كما نعرف جميعا مثل برامج والألعاب فيهم الثغرات في ذلك الوقت، ومن ذلك الثغرة الصغيرة ستصبح ثغرات كبيرة. وبدأ يتعمق أكثر في التعلم والبحث عن الثغرات، وبعد سنوات وصل إلى سن 20 سنة، وتطور الطفل الصغير لعالم كبير. وللأسف أيضا تطورت نواياه للأسوأ، وصل إلى أماكن خطيرة ما تتوقع أن يصل لها أبدا. تصور اخترق شركة معلومات ومن أكبر الشركات، والموضوع ما أمسك في يده بعض الساعات. ولكن كما نعرف أي شخص كيف يعمل شيء مو قانوني يندم عليه. بعد الاختراق ندم. كان يعرف نفسه أنه عبقري، ولكن ما بيعرف يستخدمه في المكان الصحيح. وكان أمامه هذا طريق حرام وسهل، وهذا طريق حلال. وبعد أيام من التفكير اختار طريق الحلال، وذهب قدم نفسه لشركة أمن معلومات، أخبرهم بكل اختراقات. ولكن قال له مدير الشركة: نعم، خبرة كبيرة، ولكن ما أقدر أن أثق فيك. فرد عليه بكلمة فقط: سأثبت لكم. واليوم فهد من أكبر المستثمرين في مجال أمن المعلومات. أعجبتني قصته، واللي أعجبني أكثر أنه حول موهبته إلى استثمار واستفادة للآخرين. أكثر تفاصيل عن القصة البودكاست ستجده في أول تعليق أو في الوصف. ولا تنسى زر الاشتراك لتساعدنا في الاستمرار، وإلى اللقاء.